احنا رقم واحد على القاره كلها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في نص الملعب من محيط استاد القاهرة، وبإذن الله يا رب يبقى يوم تاريخي. صباح الخير عليكم. الأول الناس جاية من كل حتة، القاهرة كلها لونها أحمر بلا استثناء. تنزل في أي حتة تلاقي كل الناس لابسة الشيرتات الأهلي. بإذن الله يا رب، بإذن الله يا رب يبقى يوم جميل ويعدي على خير. أنا توقعي إن هو يبقى ماتش منطقي، يعني يبقى 2-0 1-0، لكن باذن الله يا رب، باذن الله يا رب الدنيا تمشي على خير وتخلص على خير باذن الله. وانا مش متعود اصور في المدرجات. انا بالنسبه لي مقتنع ان المدرجات دي للتشجيع مش للتصوير، بس دي اول مره ان شاء الله، ويا رب يبقى يوم حلو. ليه بقى يابا؟ ايه الكلام ده؟ حاجات بقى ايام البشوات بقى، سعد الزغلول باشا والناس الحلوه دي. طب اسمك كريم ايه؟ اخوك يحيى. يحيى جاي منين يا يحيى؟ انا جاي من الجيزه، ابو لهب دكرور. الجيزه. بتعود تيجي ماتشات الاهلي في افريقيا ولا في الدوري، ولا اول مره ولا ايه؟ لا هو الصراحه انا باجي الماتشات المهمه بس عشان خاطر شغلي وكده، فباجي الماتشات المهمه وكده، يعني ماتش مهم في الدوري، ماتش مهم في افريقيا، الرجاء والهلال. طب يا عم انت وشك حلو اهو. الحمد لله. كام بقى ان شاء الله؟ ان شاء الله 3-0 لينا ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. جاي منين يا رجاله؟ ايه؟ جاي منين؟ من اسوان. من اسوان. من اسوان. طبعا النهارده. ايوه لسه واصلين. اجدع ناس. ربنا يخليك النهارده ان شاء الله. لا ان شاء الله املنا كل الاهلي يكسب النهارده نتيجه كويسه. ان شاء الله 3-0 باذن الله. مصطفى حبيبي تسلم. مصطفى عامل ايه يا مصطفى؟ الله يخليك. جاي منين احسن؟ من الاقصر. من الاقصر. من الاقصر. من الاقصر وهترى؟ والله. ليه يابا؟ عشان الكيان. مهاب. جاي منين من الاقصر برضه. من من الاقصر. يا جدعان في يا جدعان. ده الكيان نشيله اخر الدنيا. الحمد لله ان شاء الله فوز 3-0 3-0 باذن الله. يا جدع باذن الله. حسن السلام. 3 بحالهم باذن الله. مين اللي هيسجل؟ كهربا حسين شحات. خد تعالى مفيش منين؟ ان شاء الله 2-0. منين الاول؟ انا من القاهره، من مرج. القاهرة؟ من مرج 2-0 ان شاء الله. قفشه وكهربا ان شاء الله. قفشه كهربا مين؟ 3 ان شاء الله. 3 يا جدع. المنوفيه. منوفيه؟ منوفيه جاي النهارده من منوفيه ولا انت شايف القاهره؟ باشا جاي من اخر الدنيا. جاي من اخر الدنيا؟ عشان ايه يعني؟ عشان الاهلي. ليه يعني؟ مالناش الا هو. يقول لك واحد للاهلي انسى الهموم. مالناش الا هو. يقول لك واحد للاهلي انسى الهموم. والله العظيم يا جدعان جاي بربنا بجد جاي النهارده من المنوفيه. وبالتحديد صمدون الدوله ان شاء الله 3-0. رايح جاي 3-0 المكان. ماتش صعب. لا ماتش صعب صحيح. النهايات بتخلص في تفاصيل بسيطه. يا بنت هو الخالق الناطق. ياما لا مش قوي كده. فهو ربنا اهم حاجه التوفيق يكون معانا، لان دايما الوداد فرقه رخمه. فرقه تقيله ورخمه، بتعرف تلعبنا وبتعرف تلعبنا وبقت فرقه كمان اخر. بس خلي بالك احنا وهم واحد، يعني احنا وهم تحس ان الفريقين واخدين على البطوله، حاسين ان البطوله عادي، البطوله عادي مفيش مشكله بالنسبه لهم. مفيش زي الاهلي. احنا مفيش زي الاهلي في افريقيا. بص صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. بعد الاهلي في مين تاني في افريقيا؟ هتلاقي الترجي والوداد وصن داونز. لا كتاريخ الاهلي والزمالك. لا انا مش قصدي كتاريخ، انا قصدي اخر 7-8 سنين. انت بتتكلم في الاربع فرق دول كل سنه. الاهلي والترجي والوداد كل سنه الاربع فرق دول تقريبا. صح كده. وصن داونز عندهم ثقافه اللعب. بس صن داونز احسن من الوداد بكتير. كان نفسنا بس الوداد لعبوا رجاله. لعبوا رجاله. بص الرجوله اهم من 100,000 مهاره. كان نفسنا نلعب صن داونز. لا يستاهلوا 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله يا جدعان حوار 2 كله يعني احنا كله جايه معاك كلين شيت. بنتكلم. مفيش واحد قال لي الوداد هيجيب جول. ان شاء الله خير يا رب. الوداد ايه رايك في فرقه الوداد؟ والله فرقه احنا بنحترم كل الفرق، بس الاهلي سيد القاره يعني زي ما بيقولوا. هنقول من امتى؟ عندك كام سنه؟ من ساعة ما اتولدت. توقع انت. 3 بإذن الله. اسمك ايه؟ محمد. جاي منين يا محمد؟ الشرقية. من الشرقيه؟ النهارده ولا؟ مش النهارده. ولا اصلا من الشرقيه؟ انا من الشرقية اصلا بس جاي مع الماتش. جاي النهارده من الشرقيه والله. عندك كام سنه يا محمد؟ داخل ثالث سنة. ان شاء الله 4-1. ايه رايك في الاهلي مع كولر؟ متحسن كتير عن الاول بس برضه لسه ناقصه حاجات. تهديف ناقصه تضييع الفرص الكتير اللي بتضيع منها ماتشات كتير. طب دلوقتي كان اكتر ولا ايام موسيماني؟ يعني انا شايف ان ايام موسيماني كنا بنضيع فرص اكتر. هو حاليا في تحسن بس برضه لسه مش اللي احنا عايزينه. 4-1 ان شاء الله. 4-1. طب ليه واحد يا حبيبي؟ يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ مصطفى يا باشا. مصطفى؟ جاي منين يا مصطفى؟ من المني. جاي من المنيا للماتش يا مصطفى؟ الماتش ان شاء الله 3-0 للاهلي باذن الله. ان شاء الله. كهربا جون وقفشه جون محمد شريف جون. يا عم قفشه مش هيلعب يا عم، ما تسيبه قاعد بره. انت بتلاعب قفشه ليه؟ لا عشان انا مين بحب. قال لك؟ انت قلت له سخن؟ انا بحب قفشه. انت قلت له سخن ولا هو اللي سخن؟ لا انا طب بتشجع الاهلي مين؟
من زمان طبعا وانا صغير. انت عندك كام سنه؟ عندي 38 سنه. 38 سنه. تتوقع ايه؟ 2-0. 2-0. صفر برضه؟ كلها جايه صفر النهارده. عمرو شحرور. تشجع الاهلي من امتى برضه؟ من وانا صغير برضه. برضه وانت صغير؟ طب السنه دي حضرت اي حاجه ولا ده اول ماتش؟ حضرت ماتشات افريقيا كلها غالبا. كل ماتشات افريقيا. ايام ما كان 3000. ايام حضرت الهلال يعني والرجاء؟ حضرت الهلال. يعني حضرت 2 كلين شيت. وحضرت الهلال والرجاء. طب وشك حلو ان شاء الله. كام كيلو قلت لي؟ 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله. 2 ولا 3؟ حلو قوي. انا مش هتكلم، انا عايزكم تستمتعوا. انا لسه قدام بوابه التالتة شمال، لسه ما دخلناش من البوابه وسامع صوت الجمهور يا جدع. لا 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 لا. اوه اوه. حارب على البطولة بروح الأبطال، العب برجولة، موت على الكورة، أفريقيا للكبار وده الأسطورة. هتدخل من المدرج هتتحول، هتلاقي نفسك بتشجع اوتوماتيك، مش هتلاقي وقت تعمل أي حاجة غير إن أنت تشجع. الساعة 6 والناس مالت وبدأت تملى المدرجات تقريبا. الماتش اللي فاضل عليه 3 ساعات لسه. توقع الماتش ان شاء الله عامل ايه النهارده؟ والله ان شاء الله 2-0 لينا. ان شاء الله 3-1 يعني. ليه يا عم الواحد يا عم؟ ايه معاكم يا جدعان؟ يا دنيا ايه وراكيش غيري ولا ايه؟ الجمهور بيحيي عم حارس. اسمك ايه؟ اسلام يا باشا معاك. جاي منين يا اسلام؟ اهلاوي زيك. اهلاوي زي برضه؟ جاي منين يا اسلام؟ من نزهه. من نزهه؟ في القريب يعني. كام سنة؟ بتشجع الاهلي من كام سنة؟ 35. والله العظيم الثمانينات 89 يعني. اهلا وسهلا حبيبي. حبيبي يا باشا. بتشجع الاهلي من ايام حسام حسن بقى هو قدوتي. قدوتك حسام حسن؟ يا عم اللي سابنا ومشي يا عم. وهنعمل ايه طيب؟ هو اللي حبيبني في الاهلي. توقع كام النهارده ان شاء الله؟ يا مسهل يعني، المهم يبقى فرق 2 دي اهم حاجه. لا احنا عايزين كلين شيت قبل فرق 2. ما ده طبعا. انت معانا ولا طبعا. ايه؟ بس فرق 2 لازم. ان شاء الله كلين شيت. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ربنا يستر على مصطفى شوبير، بس ربنا يستر. ايه رايك في الاهلي مع كولر؟ مع كولر الموضوع اختلف تماما يعني، دفاعيا وهجوميا. الموضوع اختلف معاه، حتى في عرف يطور من اللعيبه وعرف يطور من اداء اللعيبه. عاجب كل الناس موضوع تدوير اللعيبه ده. طبعا. وان ال 32 كانت مشكله في الاهلي جامده جدا. 32 لاعب بيشارك في القائمه. كانت مشكله جامده جدا يعني. حتى مع موسيماني كان دايما هو يعني اللي حصل الدروب اللي حصل مع موسيماني اللي هو اعتمد على فريق واحد سنتين. فربنا يكرم ان شاء الله. شادي. محمود. ايه رايكم يا جدعان في الفتره الاخيره مع كولر وتتوقعوا ايه الماتش النهارده ان شاء الله؟ فترة كويسة، المستوى اختلف تماما يعني. بداية ما هو جه كان يعني انت مش من اقرب الموسيماني؟ لا خالص ده عكس. هم كانوا 11-12 لعيب بيلعبوا اصلا. بص يا جدعان، هو بيتسو عمل تاريخ يعني. مش عايزين عمل تاريخ، بس بيتسو عمل تاريخ. الفرقة تعبت بدنيا، ما كانش هو المشكله مع كولر مختلف تماما. طب بص اسمع رايي وقول اللي انت عايزه. انا رايي ان هو مشكلته ان هو اعتمد على 14 لعيب مثلا. بالظبط. فخلى ان في اولا ناس كتير قوي بره القايمه مش موجودين معاه.
مش موجودين ولا ادائهم مؤثر. والناس اللي جوه بتتابع. وفي مشكله تاني ان هو كان بيعتمد دايما اللي هو الكره بتاعت الاهلي هو باص والكلام ده مفيش، هو كره طوليه المدافعين كره طوليه قدام وبيلعب على الكره دي بس. ما عندوش حلول. مفيش اللي هو اللعب انت بتشوفه دلوقتي اللي هو مفيش نص الملعب حلول. بينزل يعني من الاخر كده يعتبر كان اللعيبه كان ليها دور اكبر صح؟ وبعدين اي فرقه حافظت لعبك بتقف قدامك. كنت بتلعب فرقه في وسط الجدول في الدوري وما بتعرفش حتى تجاريها. خلاص هو قافل لك ورا، انت بتلعب كره طويله الفرقه كلها قريتها. عكس دلوقتي كولر كل ماتش مثلا الماتش اللي فات دخل الوينجين جوه بقى يعتمد على الاطراف. مروان عطيه بينزل في نص الملعب يستلم المدافعين في فكر. التركه بتاعت حمدي 3-0 ان شاء الله. 3-0 بس الفرقه دي بتتيت يعني كويسه جدا جدا. بص انا خايف من الكره العرضيه، مش خايف اكتر الكره العرضيه بالذات ان مصطفى شوبير قلقان منه. خلي بالك انا عمري ما شفت اهلاوي ما بيفهمش كوره. لا كلنا نفهم كوره والله ما بهزر. انا عمري ما قعدت مع واحد اهلاوي. هتقعد مع 10 اهلاويه هتلاقي 3 اقسم بالله تعمل لهم قناه على اليوتيوب مستريح. اديني فرصتي بس انا ابدع لك، اديني بس فرصتي والله. اسمك ايه تاني معلش؟ شادي. اديني بس فرصه انا لا لك الدنيا. الكرات العرضيه عند الولا سامبو لا والمدافعين اللي عندهم 2 مساكين بيلعبوا اصلا الكور اللي على الكور بالهيد اعلى من الفرق بتاعهم. ابو الفتح وزولا بالظبط. بس هو اكتر واحد هداف فيهم اسمه فرحان اللي هو ما بيلعبش. انا بتكلم ان هو الاثنين مدافعين عندهم كره عرضيه حتى بين ماتش سان داونز. الكره دي حلوه جدا بالظبط. وبعدين بيعرفوا يتمركزوا بين المدافعين، يعني تلاقي مثلا 2 مدافعين واقفين هو في كره عرضيه واقف في وسطهم بيتسحب كده من وسط المدافعين. فتمركزاتهم حلوه جدا في الكره العرضيه. هو خطورتهم كلها كره عرضيه، غير كده هم ما لهمش خطوره صراحه. على فكره نقطه من نقط ضعفهم كمان برضو الكرات العرضيه. انت عارف لما بيكون عليهم هم فريق عجيب وهم ابطال اصلا. خلي بالك الرجاء برضو كان نفس القصه. بس الوداد يعني الرجاء برضو خلي بالك لو خدت بالك احنا جبنا فيهم جون هنا بالظبط محمد عبد المنعم. والسنه اللي فاتت ما كانش نفس الدفاع بس كان في واحد من الاثنين مدافعين وجبنا برضه جون عرضيه. الدوافع بتاعت ماتش النهائي مختلفه. وضع مختلف يعني دوافع ماتش النهائي انت بتلعب نهائي فالدوافع مختلفه. انت ماتش بطوله مالهاش بالظبط كل اللي فات بالظبط. انت نازل اي في الملعب واحد من دول الملعب دلوقتي جايب التيشيرت الاهلي هيموت نفسه في الملعب. المفروض يعني ان الملعب حاليا يخلي اي لعيب يطلع اقصى حاجه عنده. بالظبط الجمهور ولسه كمان مالي الملعب لما الماتش كمان يبتدي. فانت بتتكلم فاضل 3 ساعات تقريبا على الماتش والجمهور مالي الملعب. بص كل واحد من الناس دي جاي يسيب بص روحه وصوته وكل حاجه هنا مقابل ياخد. انا قابلت ناس من بره جايه من الاقصر ومن اسوان. يعني في ناس كتيره جدا جايين من بعيد. يعني احنا هنا ساكنين قريبين بس في ناس هتلاقي ناس جايه من بعيد جدا يعني عشان تقدر 90 دقيقه وتروح ساعه ونص. ان شاء الله كله يروح فرحان باذن الله. محمد تامر جاي منين يا محمد؟ القاهره. على فكره عايز اقول لك احنا قليلين قوي هنا. بتوع القاهره قليلين قوي. ايوه مع الناس انا اسكندراني اصلا. اجدع ناس كل الاستاد انا كل اللي قبله منوفيه منصوره الاقصر. ايوه كل حته في الدنيا كلنا في ظهر الاهلي. 2-0 ان شاء الله او 3 يعني. 2-0. بس يا جدعان الفرقه رخمه يا جدعان. فرقه الوداد فرقه رخمه. يا عم احنا اهلي احنا ارخم بكتير كده احنا ارخم فرقه. احنا بابا المجال عرايبه ينفع. بقول لك ايه؟ قول يا باشا. مين الفرقه رخمه؟ احنا باشا فرقه رخمه باشا. احنا ارخم فرقه في القاره. احنا ارخم فرقه على وجه البشريه. بس كده بس. ولا الوداد ولا رجاء ولا اي حد هيقف قدام الاهلي. احنا رقم 1 على القاره كلها. احنا رقم 1 على القاره كلها. محمد عبد العزيز من المعادي. طيب توقع كام بقى حمو بعد كل الزيطه دي؟ لا يا باشا الاهلي هيفوز ان شاء الله 2-0 باذن الله. ان شاء الله مش هيخش فينا ولا جون. ان شاء الله الاهلي هيفوز 2-0. مين تتوقع مين يسجل؟ بص هي دي ان شاء الله يعني بتاعت ربنا. مين تتوقع ان هو فايق شويه وتيجي معاه شويه الفتره دي؟ ان شاء الله ممكن كهربا يسجل. يا اهلي افريقيا يا اهلي. وهب عرفات. ايه؟ وهب عرفات ان شاء الله 2-0 باذن الله. 2-0 ان شاء الله. طب تتوقع انا هربان من البيت اصلا. وهب عرفات. ايه؟ وهب عرفات. بص مش هقول لحد قرب كده اصلا كل ده جرافيك يا جدعان واحنا يعني انا عنده في الاوضه اساسا. بيس يا مان بيس.
كلمات اغلى من المس، تعرف فيها العناوي وسط الناس. لا 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 لا. افريقيا مش هتروح بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح بالروح، افريقيا مش هتروح بالدم بالروح، افريقيا مش هتروح. بالدم